كلنا متفقين إن أسعار الفسيخ طبعًا مأفورة جدًا، وأسعاره مُبالغ فيها، فطبعًا إحنا بنعمله في البيت، وكمان إحنا كنا بنعمله قبل كده عشان أوفر، لكن عايزة أقول لكم ما عادش في حاجة اسمها أوفر دلوقتي، كل الموضوع اللي إحنا بنتحكم بس في درجة الملوحة بتاعته، وكمان متأكدين من نضافته، ويالّا بينا نعمله مع بعض زي كل سنة، وعايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يعود الأيام كده عليكم بالخير والبركة على الأمة الإسلامية كلها والعربية، ويالّا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. وعايزة أقول لكم كده قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش يا حبايبي تعملوا له لايك وتعملوا له مشاركة كده على الفيديو لكل حبايبكم وتشتركوا في القناة لو أنتم لسه أول مرة تشوفوني. أول حاجة النهارده جبت 4 حبات من البوري وغسلتهم كويس معاكم كده، يعني لازم تغسلوا الخياشيم كويس، وبعد كده حطيتهم في مصفى، ولازم وأنتم في المصفى كده تخلّوا السمك يعني على الراس، يعني موقّفينه كده ناحية الراس بحيث يتصفى معاكم بسرعة، وسِبته حوالي 10 دقايق يتصفّى، وبعد كده جِبت صينية أو طبق مفرود كده، وجِبت حبّاية، حبّاية وبدأت أنشّف فيها كويس. أهم حاجة خطوة التنشيف دي مش عايزة فيه نقطة مَيّة، لإن إحنا مش هنسيبه نجيّفه بقى كام ساعة عقبال ما ينشف، لأ، أنا هاشتغل فيه على طول، ودي أحسن طريقة ومعتمداها بقى لي كام سَنة، وما شاء الله بيطلع معايا كل سَنة أحلى من السَنة اللي قبلها كمان. وبدأت بقى إيه، بعد ما أنشّفه كويس وكل فترة وأنتِ بتنشّفي كده تدخّلي منديل كده كويس ونضيف في الخياشيم من الناحية دي ومن الناحية دي، وتسيبوه وتقعدي تنشّفي السمكة، كل ما تسيبيها كده وأنتِ بتنشّفي المنديل بيشد أي مَيّة وسوائل موجودة في الدماغ بتاعة السمكة بتاعتِك وتغيّريه، يعني أنا غيّرت ممكن 6 كده، يعني إيه، وأنا طول ما أنا باشتغل فيها، وبعد كده أهم خطوة فيها خطوة التدليك بتاعة الديل دي، بتعملوا له زي مساج كده، تفضلوا تضغطوا عليه، دي اللي بتخلّي الديل بتاعكم الفَص بتاعه ناعم جدًا بعد ما يتملّح، ما يبقاش ناشف، لإن ساعات الفسيخ بتلاقيه طري من فوق والمنطقة بتاعة الديل دي ناشفة، فأهم حاجة يا جماعة التدليك بتاعه كده بصابعِك كده تطلعي وتنزلي عليه، وكمان السمكية تمسكيها كده تلفّيها شمال ويمين كده، تضغطوا عليها وتنشّفي كويس تمامًا، أهم حاجة في كل سمكية هنعملها نفس الخطوات دي. وتغيّروا المنديل وأنتم يعني بتنشّفوها كده كل شوية تغيّروا لها المنديل اللي في الخياشيم، لغاية ما نحط لها آخر واحد ونسيبهم كده على جنب، وعملت كل السمك بتاعي بنفس الطريقة. نيجي بقى لخطوة التمليح، جِبت معايا ملح خشن وده من أهم حاجة، وجِبت معايا شطة، وأول مرّة السنة دي هاعمل معاكم الكركم وهازوّد المكون ده، أنا ما كنتش باحطه خالص وكان بيطلع حلو، بس السنة دي حبيت أغيّر وأزوّد كمان الكركم وأشوف نتيجته. جِبت بقى كده صينية كبيرة أو تجيبوا طبق عشان ما توسخوش الدنيا حواليكم، ونزلت فيه ب4 كوبايات من الملح الخشن، ونزلت عليهم بكوباية من الشطة، وطبعًا الشطة تقدروا تزودوا الشطة والملح تبع الكمية اللي أنتم عاملينها، طبعًا الكمية اللي أنا عاملاها دي تكفي 4 سمكات، وتكفي كمان 6 سمكات كمان تقدروا تعملوهم، لو الكمية بتاعتكم أقل من كده تقدروا تنزّلوا من كمية الملح وكمية الشطة. ومعلقتين الكركم، السنة دي ضفتهم معاكم وعايزة أشوف النتيجة بتاعته هل هيختلف فعلًا أو ما لوش أي لازمة، هنشوف مع بعض طبعًا. وعايزاكم حبايب قلبي تعذروني على صوتي لو مختلف شوية عشان آخدة نزلة برد شديدة، وادعوا لي كده في الكومنتات بالشفاء، وأول ما بدأت أتحسن حاجة بسيطة كده حبيت أسجل لكم الفيديو عشان ألحق أنزله لكم، وكمان تقدروا تعملوا بسرعة. عايزة أقول لكم بدأت بقى أجيب السمكة بتاعتي وشِلت من الخياشيم كده المناديل، واتأكدوا إن ما فيش أي مناديل متبقية في الخياشيم عشان ما تعفنش معاكم لا قدر الله، وبعد كده تبدأوا بقى تحشوا بقى الخياشيم مكان المناديل بالضبط، الملح بشطة، بالكركم، عايزة أقول لكم تخلّوها مليانة على آخرها وتضغطوها كويس، وبعد كده تدعكوا السمكة كده من فوق ومن تحت من جميع الجوانب، و يعني تعملوا لها مساج كامل، لازم تخلّوا كده الملح والشطة والكركم كده يخشوا في كل مكان. عايزة أقول لكم أنا شايفة نتيجة الكركم حلوة برضه، يعني أنا أول مرّة أعمله حاسة اللي بيدّي لون كده سريع، يعني أنا الشطة كنت باحطها بس ما بتدّيش لون سريع إلّا أمّا يقعد كام يوم طبعًا وآجي أطلّعه، لكن وأنا باشتغل فيه دلوقتي حاسة إن الكركم بيدّي لون مختلف شوية للفسيخ، وبدأ يعني إيه لونه كإنه اتغيّر شوية. وبعد ما مليت الخياشيم كويس، أجيب كده كيس نضيف
وهدّي كده إيه الأرضية كده ملح وشطة وكركم، أفرشه فيه، وأبتدي أحط الفسيخة بتاعتي أو السمكية بتاعتي، وهاعمل كده في باقي الكمية. وعايزة أقول لكم يا جماعة ما تنسوش خطوة اللي عنده حساسية في إيديه يلبس جلافز، عشان أنا نسيت ألبس طبعًا، بيبقى الواحد كده إيه متحمس ونسى خالص اللي ألبسه. طبعًا إيديكِ بعد كده بتحرقِك جامد وبتتعبِك جدًا، فالخطوة دي ما تنسوهاش، أي حد بيتعب يعني الجلد بتاعه، فحبيت أقول لكم بس. وفي كده عملت كل باقي السمك زي أول واحدة عملت في كُلّه، وأهم حاجة تدلّكوها كويس كده عشان تاخد لون كمان، شايفين أنتم هتلاقوا كمان السمكية شكلها لونها اتغيّر، ف شكله كده الكركم هينفع يعني، أنا ما كنتش باحب أضيفه خالص، لكن شكل كده هاعتمده بإذن الله. يالّا بقى إيه، اعملوه كده، الحقوا وهاتوا السمك بتاعكم واعملوه في البيت، عايزة أقول لكم والله بيطلع أحلى من برّه بكتير، بكتير، والريحة كمان بتبقى أحلى من برّه كمان، زي ما أنتم شايفين كده. وأهم حاجة وأنتم بترصوه ما تخلّوش السمك كلّه في اتجاه واحد، يعني خلّوا الراس من الناحية دي والديل من الناحية دي كده وهكذا، عشان أمّا نيجي نلفّه يعني يبقى يعني مشدودين كده مع بعض، والملوحة بتاعته تطلع مضبوطة بإذن الله. وهاكمّل باقي السمك بتاعي بنفس الطريقة، وعايزة أقول لكم لو مكمّلين الفيديو معايا لغاية دلوقتي ما تنسوش حبايبي تحطّوا لي لايك، لإن في كتير بيشاهد الفيديو وبينسى يحط اللايك، وطبعًا ده بيعرّفني قد إيه محتواه عاجبكم، وبيشجعني طبعًا أعمل لكم فيديوهات كتيرة ووصفات جديدة ومختلفة. وعشان كتير بيتفرّج على الفيديو وبينسى يعمل اشتراك في القناة، وطبعًا بينسى يعمل تفعيل زر الجرس على كلمة الكل، طبعًا ما بيجيلوش أي إشعار بأي فيديو جديد بانزّله، وطبعًا بانزّل وصفات كتيرة على القناة حلوة وفيها أفكار مختلفة، وطبعًا ما بييجيلكوش أي إشعار بيها، فلازم الاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل اللي جنب الاشتراك على طول، عشان يوصل لكم كل وصفة جديدة بانزّلها أول بأول بإذن الله وما تفوتكمش. ويالّا بينا نشوف عملنا إيه. بعد ما نزلت بكمية الملح الباقية والشطة على الفسيخ كده وخلّيته كده مدفون فيها كويس جدًا، هابتدي أقفل الكيس كويس وأطلّع أي هوا منه بالشكل ده. والسنة دي هاعمل معاكم طريقة تانية مختلفة، إحنا كنا بنعمله قبل كده بالسيلوتيب، وطبعًا بيتعب شوية في اللف بتاعه، السنة دي بقى هنعمله مع بعض بالstretch roll، وزي ما أنتم شايفين كده بيبقى سهل وأحسن، وتقدروا تتحكموا إن أنتم تطلّعوا الهوا من الكيس كويس خالص، وتبدأوا تلفّوه كده. لو في حد يساعدكم ويشد قصادكم أوكي، ما فيش تقدروا تعملوه لوحدكم يعني ما فيش أي مشكلة، لكن السولوتيب لازم حد يشد معاكِ، أو يفضل كل شوية يتعبِك بقى إيه تدوّري على بداية السولوتيب وتقعدي تلزقي فيه. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله بكل سهولة باعمله بيه، لو متوفر ما فيش تقدروا تعملوه بالسولوتيب عادي زي ما أنتم شايفين كده، وعملته ولفيته، والمهم تقفلوه من جميع الجوانب، يعني تلفوه لفة محترمة، لفة هدايا كده زي ما بيقولوا. ما شاء الله بعد ما خلصتها وتممتها كويس جدًا، يعني أنا لفيتها كذا لفة، بس مش عايزة أطوّل عليكم الفيديو. وبعد كده جبت كيس كده نضيف، ويكون قماشته كده تستحمل كده تقيلة، عشان ما يسربش معاكم أي سوائل، وتبدأوا تلفوا تاني الرول. يعني هنعمل الخطوة دي بين كل مرة ومرة، كل ما نحطه في كيس، طبعًا بقى تحطوه في أكياس زي ما أنتم ربنا يقدّركم. وطبعًا خطوة الأكياس دي مهمة جدًا ليه؟ عشان ما يسرّبش معاكم سوائل أو ريحته بقى تطلع معاكم، وعايزة أقول لكم يعني هيطلع على الجيران، وساعتها الجيران هيشتكوا منكم، فلازم تقفّلوا كده عليه كويس كأنكم بتقفّلوا على حاجة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. وطبعًا ما فيش أهم من الفسيخ نقفّل عليه كويس. وعايزة أقول لكم في ناس هتقول لي ما عندناش stretch roll أو سولوتيب، عايزة أقول لكم تقدروا تعملوه بالأكياس عادي، تقفلوه كويس بالأكياس وتقفلوه كويس جدًا، 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 تحاولوا بقى تطلّعوا الهوا خالص، خالص من الأكياس وتلفّوه لفّة كده محترمة لو أنتم مش متوفّر عندكم. لكن الstretch roll أنا أمّا عملته وجرّبته حبّيت أشارككم الفكرة، لإنها يعني إيه حلوة وبتخلّيكِ تتأكدي إن ما فيش أي نسبة هوا موجودة في الأكياس وأنتِ مقفّلاها، والسولوتيب برضه. لكن الstretch roll أعلى شوية يعني بتحسّي إن أنتِ حاكمة كده اللفة بتاعتِك كويس، وهابتدي أدخّله في كيس تالت ورابع على قد كده ما ربنا يعطيكم كده، حطّوه في أكياس ولفّوه ولفّوه كويس بس زي ما أنتم شايفين. والنهارده هاشارككم برضه بخطوة جديدة وحلوة، وهي ورق الألمونيوم.
وورق الألمونيوم باخلّيه في آخر خطوة خالص بعد ما أخلّص لَف براحتي خالص، وعلى قد ما ربنا يقدّركم كده وخلّصتوا الأكياس بتاعتكم، تقدروا تحطّوه في آخر خطوة عشان يقفل كويس جدًا، جدًا، ويخلّي الحرارة كده بتاعته منتظمة كده ومقفول عليها حلو. وطبعًا الفكرة دي جديدة، تقدروا تجرّبوها لو متوفّر عندكم في البيت، وعايزة أقول لكم حلوة يعني فحبيت أشاركها معاكم. وفي آخر خطوة تقدروا تجيبوا علبة كده محكمة وتبدأوا تحطّوه فيها كويس، وتكون على قد السمك بتاعكم، وكل يوم يعني في نفس الميعاد يعني بعد 24 ساعة تقلبوه الناحية التانية، وهكذا كل يوم لغاية ما يعدّي 6 أيام. وعايزة أقول لكم اللي عايزه يعني مش حادق أوي 5 أيام 6 أيام بالكتير هيطلع الحُدْق بتاعه مضبوط، لكن لو عايزينه يكون حادق أكتر بيبقى تزوّدوا عن كده 8 أيام أو 10 أيام، لكن عايزين حُدْقه مضبوط 6 أيام أو 5 أيام بالكتير خالص. بنفتح عليه وبيطلع مضبوط 100% ومستوي جدًا وشكله تحفة وطعمه تحفة وريحته حلوة كمان. وعايزة أقول لكم بقى نستنى النتيجة مع بعض، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنوا بقى النتيجة في الفيديو الجاي بإذن الله نشوفه مع بعض. وكل سنة وأنتم طيبين ومع السلامة.